بيراميدز يفوز على التأمين الأثيوبي ذهابا وإيابا بنتيجة 3-1 ويصعد لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ألف مبروك لنادي بيراميدز المصري، وبالتوفيق في القادم إن شاء الله، ودايما مشرفين اسم مصر. بس هو في رسالة صغيرة أنا عايز أقولها لإدارة بيراميدز، أو مش إدارة بيراميدز، للكابتن هاني سعيد. دلوقتي التأجيلات بقت حلوة. لما كان الاهلي بيتاجل له كنت دايما بتطلعوا تتكلموا كتير وتصيحوا وتقولوا ان مفيش تكافؤ فرص وفين الفير بلاي، لان احنا مش هنلعب، او نادي الزمالك ممكن يطلع يتكلم يقول انا مش هلعب الا لما النادي اللي بتاجله الماتشات يلعب كل ماتشاته. طب ازاي الحال؟ اديكوا بقيتوا في نفس الحله، والاتحاد بيأجل لكم علشان انتوا في مهمات قوميه وبتلعبوا باسم مصر. مسمعناش كلام، متأجل لكم 3 ماتشات وعادي، وهترجعوا تلعبوه. على فكره ده حقكم، انا مش بقول حاجه، حقكم انكم يتأجل لكم الماتشات دي، لانكم بتلعبوا بطوله قويه وبتلعبوا باسم مصر، وده عادي جدا وبيحصل مع اي حد وده الطبيعي. لكن انا بتكلم في نقطه واحده، مفيش فرق عندنا، مفيش حد في الدوري قال انا مش هلعب الا لما بيراميدز يلعب ماتشاته، انا مش هلعب الماتشات بتاعتي الا لما بيراميدز يخلص التأجيلات بتاعته. الكلام ده ما حصلش. لكن لما كان بيتعامل مع النادي الاهلي كان الكلام عليه كتير، ودايما بتتكلموا وبتقولوا ان مفيش فير بلاي، وان المفروض ان هو يلعب ماتشاته عشان المنافسه تبقى موجوده. طيب ودلوقتي ازاي الحال؟ على فكره انا مش بلوم حد، لان التاجيل ده وضع طبيعي علشان تقدروا تنافسوا وتشرفوا اسم مصر. بس انا حبيت اقول لكابتن هاني ان الحاجات دي بتحصل عادي، ومفيش انديه طلعت اتكلمت وقالت انا مش هلعب، بما فيهم الاهلي. بنلعب عادي من سكات. تمام يا كابتن هاني؟ تمام. سلام.